الزمالك داخل على موسم جديد، لكن السؤال الحقيقي بقى، هل النادي مستعد اصلا؟ لان لو بصيت على المنافسين هتلاقي كل فريق بدأ فترة الاعداد، عمل معسكر، لعب وديات، بيجهز للموسم الجديد الا الزمالك. وفي نفس الوقت في رحيل مسؤولين وازمات صفقات وكلام عن بيع النادي ب 3 مليار، ففي كلام كتير قوي عايزين نفهمه يعني. فمن غير كلام كتير اشوفك بعد الانترو. لو انت جيت سألت اي مشجع زملكاوي دلوقتي ايه اكتر حاجة مقلقاك قبل بداية الموسم، هتلاقي الاجابات كتيرة جدا، لكن كلها بتصب في نقطة واحدة، ان الزمالك لحد دلوقتي شكله مش مستقر ومش جاهز. الزمالك الفريق الوحيد تقريبا بين الكبار اللي لسه ما بدأش فترة اعداد حقيقية، او لسه اصلا اللعيبة ما نزلتش ارض الملعب. عارف من امتى؟ من بعد ماتش حسم الدوري، مفيش تدريبات خالص، اللعيبة كلها ما شافتش الملعب. ماشي، وايه كمان؟ المسؤول اللي كان ماسك اغلب الملفات مشي، وكل يوم شائعه جديده عن بيع النادي او دخول مستثمر. تعالوا نمسك بقى الموضوع نقطه نقطه. لو جيت تبص على كل المنافسين هتلاقي ان كل فريق دخل معسكر ولعب ماتشات وديه، المدرب بدا يحفظ اللعيبه ويحفظ الطريقه بتاعته للعيبه. اما الزمالك لحد دلوقتي فالدنيا كلها بايظه خالص، سمك لبن تمر هندي. مش مجرد ان التمرين متاخر، ده معناه ان اول كام مباراه في الموسم ممكن يبقوا امتداد لفتره الاعداد، يعني الفريق لسه بيدور على نفسه وبيشوف ذاته هو فين. واي بدايه سيئه هتدخل الفريق في ضغط جماهيري واعلامي من اول اسبوع، والمجلس اصلا مش ناقص كفايه الانتقادات بتاعته. طب نشوف ازمه تانية. طبعا انت عارف ان الزمالك واقع في القيد التأديبي. ايقاف القيد التأديبي ده هو يمكن من اكبر الازمات. الزمالك الموسم ده بيعاني من ايقاف القيد التأديبي، وده خلى الاداره مش قادره تتحرك انها تجيب صفقات. وعشان كده يا سيدي، بدل ما الجمهور يستنى 5 6 صفقات جديده كده، لا، الحل هو ان احنا هنرجع اللعيبه المعاره وبمثابه صفقات يعني. وفي لعيبه انت اول مره هتشوفها اصلا. يعني الاداره بتتعامل مع العائدين من الاعاره او الاصابه على انهم هم دول الاضافات الجديده للفريق، وده ممكن ينجح لو بعضهم قدم مستوى كويس. لكن في نفس الوقت مش كل لاعب راجع من اعاره او اصابه هيكون اضافه حقيقيه لفريق هدفه المنافسه على الدوري ودوري الابطال. وهنا السؤال بقى، هل رجوع المعارين دول كفايه؟ هو عامه مفيش غيرهم، بس يعني مشيها كده. يعني نخش على أزمة بقى حقيقية أكتر، رحيل جون إدوارد. ودي من أخطر النقط، بغض النظر إن في ناس كتير كانت مختلفة مع جون إدوارد وإنه تعرض لانتقادات كتير، لكن في المقابل ناس كتير شايفة إن هو كان الشخص اللي ماسك يعتبر ملفات الكورة وملفات أي حاجة لها علاقة بالنادي. هو ده اللي كان بيفكر وبينفذ وبيعمل كل حاجة، وغير كده كان بيتفاوض وبيجمع اللعيبة وبيلمهم كده وانتوا على قلب رجل واحد، والكلام اللي احنا شفناه الموسم اللي فات ده. والأهم من كده إن هو كان بيلمي الأجانب. طبعا أنت عارف إن الأجانب عايزين فلوس، الراجل ده كنا سمعنا ان هو بيدفع من جيبه، فالراجل ده كان هدفه هو استقرار الزمالك. ليه اخطاء، ليه اخطاء، ولكن هو اللي كان بيعمل كل حاجه. المجلس ده ما بيعملش اي حاجه. يعني جون ادوارد هو اللي كان بيتابع الملفات اليوميه وكان بيتابع ناس كتير، وهو كان صاحب القرار الحقيقي في القطاع الرياضي. وفي ظل طبعا وجود مجلس اداره بيتعرض للانتقادات بشكل مستمر بسبب كثره الازمات، كان في انطباع عند جزء من الجماهير، او مش جزء، اللي هو كتير الصراحه، ان جون ادوارد هو اللي بيحاول يحافظ على سير الامور وبيحل المشاكل اول باول. عشان كده رحيله ده يعتبر كارثه بالنسبه للزمالك. ما دلوقتي تخيل نادي من غير العقل بتاعه. شوف انت بقى. طب هتقول لي ايه الحل دلوقتي؟ اقول لك الاداره قالت ان يعني هيتم تدبير بديل، يعني بنفس القوه وبنفس القدره على اداره الملفات. يعني خلينا نشوف. يعني حاجه بقى من الحاجات الجدليه بقى ايه هي اللي جايه دي، استمرار معتمد جمال بعد الكلام اللي طلع على المدير الفني الصربي روزوفيتش، وان معتمد جمال خلاص ماشي والكلام ده. لا، الاداره قامت دلوقتي قايله استمرار كابتن معتمد جمال مدير فني للنادي في الوقت الحالي. ودي بالنسبه لي وسط كل الاخبار السلبيه دي نقطه ممكن تكون ايجابيه كتيره جدا، وهي استمرار معتمد جمال. الراجل اللي حافظ الفريق، عارف اللعيبه، عارف طبيعه النادي، ووجوده بيدي نوع من الاستقرار الفني، خصوصا لو حصلت تغييرات اداريه كتير. طب انا ليه قلت نقطه خلاف؟ لان كان في ناس معترضه على وجود معتمد جمال تاني. هتقول لي ليه؟ اقول لك من جماهير الزمالك اصلا، ودول انا عارفهم، كانوا شايفين ان معتمد جمال ده مدرب خايف في الماتشات الكبيره، بيكش كده وبيتراجع والحاجات دي. اقول لك هو كده كده مفيش مدرب ملوش اخطاء، دي حاجه. الحاجه التانية، انت لو هتجيب مدير فني في الظروف اللي انت فيها دي اكيد هتسترخص، هدور على مدرب ما عندوش، يعني اقول لك ايه، ما هياخد فلوس قليله. طب ما كده كده هتسترخص. طب ما عندك معتمد جمال، الراجل اللي عمل لك من الفسيخ شربات السنه اللي فاتت، ولولا ضربات الجزاء بتاعت ماتش نهائي الكونفدراليه كان زمان دلوقتي معاه كونفدراليه ومعاه دوري. يعني الراجل ده هيكون مدرب تاريخي للزمالك في اسوأ موسم للزمالك. فانت يعني انت بتضحي بكل ده عشان ايه؟ عشان غلطات في ماتشات؟ طب ما كل المدربين بتغلط. طب ما فريرا كان بيغلط
قبليها عادي يعني، الناس كانت بتقول لك لا بس فيرا كان بيعمل، يا عم بيعمل ايه يا راجل صباح الفل. فمن وجهة نظري استمرار معتمد جمال على رأس القيادة الفنية للجهاز الفني ده امر حلو جدا، وده هيكون مفيد على الاقل، ده عارف اللعيبه يعني، مش هتجيب لسه مدرب بقى يقعد يتعرف وبتاع وهو لسه ما عملش فتره اعداد اساسا. فيلا بينا على حاجه تانية. تعال نشوف حكايه تانية، وهي حكايه بيع الزمالك ب 3 مليار جنيه. اولا يا جدعان يعني معلش يعني، انا شفت في ناس موافقه وقال لك عشان نبقى نادي استثماري وبتاع ونبقى زي بيراميدز والحاجات دي. اقول لك نادي بيراميدز ده نادي اولا ده خاص وده ملوش جماهير، نادي الزمالك او اي انديه شعبيه دي ملك لجماهيرها. تاني حاجه 3 مليار جنيه، لو انت جاي تفكر في بيع الزمالك 3 مليار ده مش مبلغ ده مبدئيا يعني. المهم يا سيدي هقول لك على تفاصيل يعني الحوار ده. ان الفتره الاخيره انتشرت اخبار كتير عن دخول رجل اعمال اماراتي اللي هو الحبطور ان في استثمار او عرض بقيمه 3 مليار جنيه، لكن لحد دلوقتي طبعا ما فيش اعلان رسمي يؤكد بيع النادي او اتمام الصفقه دي بشكل من الاشكال. بس عامه هي الفكره نفسها اصلا ما ينفعش، النادي الجماهيري ملك لجماهيره مش ملك لحد بعينه. فانا دي بقى عايز اعرف راي جمهور الزمالك، يعني هل انت شايف ان انت مع القرار ده ان الزمالك يبقى نادي خاص والكلام ده يعني، وتبقى زي بيراميدز بقى ويبقى الشغل الحلو ده، ولا انت شايف ان لا الزمالك ده ملك لجماهيره فقط مش بتاع حد يعني؟ فبس كده يا سيدي يعني مش عايز اطول عليك، بس يعني قبل ما اختم برضه، الزمالك لحد دلوقتي واقف في مفترق طرق، فريق متاخر في الاعداد، عنده ازمه قيد، وبيفقد شخصيه مهمه جدا في الاداره، والدنيا كلها متدربكه. فعايزك برضو تقول لي هل الزمالك يقدر يتجاوز كل الازمات دي ويبدا موسم ينافس فيه، ولا الموسم ده هيكون دفع ثمن حاله عدم الاستقرار من اول جوله؟ فده اللي انا عايز اعرفه لكم في الكومنتات. فبس كده يا سيدي، سلام.